السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل لكم صوص طحيني أو طراطور. هيك بالسمة وهيك بالسمة. أول شغلة حطيت سنتين توم، أنا طبعا بصير بدون توم، بدكم بتوم بصير، يعني هاي شغلة اختيارية. هلا رح نحط لبن. طبعا قديش الكمية بدكم تحطوها. هاي حطيت أنا تقريبا 4 معالق، 3 معالق كبار. وهلا رح نحط طحينة، دول بدهم تقريبا شي كاسة صغيرة. طبعا بحب الطحينة زيادة بحط، بس انه شغلة اختيارية يعني، بس الافضل انه الواحد يلتزم بالعيار. وهلا رح احركهم هيك بهالطريقة هيك، ها يتجانسوا مع بعضهم. طبعا انا حطيت شوية ملح مع التوم لما دقيتهم. وهلا رح احط الحامض. طبعا رح احط شوية مي بس هيك ليتجانسوا مع بعضهم. واذا لقيتوا قوامه منيح ما في داعي للمي، بس لازم شوية مي. هاي شوية مي. طبعا اذا ما عندكم ليمون حامض فيكم تحطوا حمض الليمون كمان بصير. شايفين هلا جانسوا مع بعضهم، شايفين ما شاء الله. في عالم بحب كمان بحطوا معاهم شوية بقدونس. على فكرة هذا الصوص بصير للفلافل، بصير للشاورما، بس للسمك لا، ما لانه في لبن. اه بس ما بصير للسمك. تبع السمك لحاله. هلا صار الصوص جاهز، شايفين هي قوامه. هنحطه بس بزبدية اصغر عشان يبين. هاي الصوص جاهز. صحتين هنا. اذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وشاركوا بقناتنا. على فكرة كتير شغلته سهلة وبسيطة، واذا حابين تعملوه بس بطحينة كمان بصير من دون لبن، شغلته كمان سهلة. عرفتوا علي كيف؟ هذا هو الطراطور بكل سهولة حبايب قلبي.